في الفيديو ده أنا مش جاي أقول لك إنك لازم تنزل كل يوم الساعة 4:00 تجري في الشارع زي المجنون، ولا اللي أنا أقول لك إنك لازم تشتغل مثلًا بال20 ساعة كل يوم وما تنامش غير 4 ساعات بس عشان تقدر تنجز وتحقق أهدافك. لأ، في الفيديو ده أنا هاقول لك على 8 حاجات لو أنت فعلًا عملتهم وطبّقتهم من النهارده هيغيّروا في حياتك وهيغيّروا في عقليتك ونفسيتك وفي جسمك كمان. أول حاجة إنك لازم تضبّطها لو هي مش متضبّطة عندك، وهي إنك تنام بدري وتصحى بدري. بالعقل كده ربنا خلق الليل عشان ننام فيه، فأكيد هو ده الصح وأكيد هو ده اللي هيفيدك فعلًا. ده غير إنك لمّا بتنام بالنهار وتصحى بالليل نفسيتك أصلًا بتبقى في الأرض، بتبقى مكتئب وبتبقى قاعد لوحدك أغلب الوقت. لكن لمّا بتصحى بدري بتلاقي حاجات كتير قدّامك إنك تعملها، وبيبقى اختلاطك بالناس أكتر، وبيبقى إنتاجيتك أعلى بكتير. فدي أول حاجة لازم أنت تضبّطها. وتاني حاجة اللي وراها على طول إنك لازم تلعب رياضة، لإن الرياضة مش بس هتفيد جسمك، هي هتفيد كمان عقليتك ونفسيتك، هتحسّن من نفسيتك جدًا وهتزوّد ثقتك بنفسك. وجسمك ده ربنا ادّاه لك فهو ليه حق عليك إنك لازم تتمرّن وإنك لازم تحافظ عليه. جرّب اتمرّن حتى لو في البيت، لو أنت مش قادر تروح gym أو مكسل، عندك يوتيوب مليان كباتن محترمة جدًا تقدر تتعلّم منهم وتتمرّن في البيت. وصدّقني الموضوع هيفرق معاك جدًا، سواء في جسمك أو في نفسيتك أو حتى عقليتك هتتغيّر، وهتحس اللي أنت حابب نفسك أكتر، وهتحس اللي أنت واثق في نفسك أكتر بكتير. ونيجي لتالت حاجة وهي الامتنان. الامتنان بكل بساطة هو إنك تشكر ربنا على كل حاجة في حياتك. تيجي كده كل نهاية يوم بدل ما أنت تقعد تقول أنا حياتي وحشة، أنا حياتي مش عارف إيه، لأ، تكتب أو تقول كده بصوت أنت سامعه 3 حاجات أنت ممتن ليهم النهارده، أو بتشكر ربنا عليهم النهارده. حاجة كويسة أنت عملتها في شغلك، حاجة جميلة حصلت معاك، حد قال لك كلمة حلوة بسطتك، أنت عملت حاجة وفخور من نفسك بيها. وحتى لو ده كله ما حصلش، أنت المفروض أصلًا تشكر ربنا إنك لسه عايش، إنك لسه عندك حياة، وإنك لسه ممكن تعمل حاجة في حياتك. وأقول لك كمان حتى لو ما حصلش معاك حاجة كويسة في اليوم، أنت برضه حصل معاك حاجات كويسة كتير ممكن تشكر عليها ربنا وتمتن ليها، زي جسمك ده، جسمك اللي أنت مش حاسس بقيمته ومش حاسس بالنعم اللي ربنا مديها لك. حاجة زي إنك قادر تشوف وقادر تسمع وقادر تتكلم وقادر إنك تحرك جسمك وتمشي بشكل كويس، دي نِعَم أنت ممكن تكون مش مدركها. لكن صدقني اللي بيبقى عنده مشكلة في أي حاجة في جسمه بيبقى حاسس إن ما فيش أي حاجة على الأرض كويسة بالنسبة له، بيبقى عايز يعالج الحاجة دي بأي طريقة. فأنت ربنا مدّيك نِعَم كتير جدًا أنت مش حاسس بيها، فأنت لازم تمتن وتشكر ربنا على كل حاجة بتحصل معاك في يومك. وخلّيها يا عم على الأقل كل يوم قبل ما تنام اكتب أو قُل بصوت مسموع 3 حاجات أنت اتبسطت إن هم حصلوا معاك في اليوم ده. ده هيحوّل تفكيرك بدل ما هو يبقى بشكل سلبي، هيتحوّل لشكل إيجابي، وتشوف الجزء الحلو اللي بيحصل في حياتك. رابع حاجة وهي التأمُّل. التأمُّل هو إنك تتنفّس وتركّز على نَفْسك. بكل بساطة إنك لمّا تيجي تتنفّس وتركّز على نَفْسك، أفكارك هتروح في حتّة تانية، هتلاقي نَفْسك بتفكّر في أي حاجة تانية، فأنت ساعتها هتحاول ترجّع تركيزك تاني إنك تركّز على نَفَسك. وده بقى فايدته إنه بيقلل التشتُّت عندك، وبيخلّيك تركّز أكتر في الحاجة اللي أنت بتعملها. يعني لمّا تيجي مثلًا تذاكر أو تعمل أي حاجة وتيجي دماغك تتشتت، أنت مخّك خلاص اتمرّن إن هو لمّا يتشتت بيرجع تاني للحاجة اللي هو كان مركّز فيها. فإنك تعمل meditation أو تأمُّل كل يوم دقيقة أو دقيقتين، ده هيفرق معاك جدًا وهيغيّرك فعلًا في حوار التشتت وإنك تعرف تركّز. خامس حاجة وهي القراءة. وهنا أنا مش باتكلّم عن أي قراءة، لأ، أنا باتكلّم عن قراءة الحاجات اللي هتفيدك فعلًا واللي أنت محتاجها. يعني لو أنت شخص محتاج إن هو يبطّل عادة سيئة أو يبني عادة جديدة، فأنت ساعتها هتقرا العادات الذرية. لو أنت شخص مهتم إنك تعرف حاجات عن الفلوس، فأنت ساعتها هتقرا كتاب الأب الغني والأب الفقير. فالقراءة مفيدة لو أنت هتقرا في المجال فعلًا اللي هيفيدك، ما تروحش تقرا أي حاجة وخلاص لمجرد القراءة، لأ، اقرا الحاجات فعلًا اللي هتفيدك وهتطوّرك في حياتك، لإن اللي كاتب الكتاب ده هو شخص خبير جدًا في المجال اللي هو كاتب فيه، فأنت بتاخد كل الخبرات وكل المعلومات الصح من المصدر الصح بكل بساطة. سادس حاجة وإنك لازم تعملها إنك تتعلم مهارة أونلاين تجيب منها فلوس، زي المونتاج أو الفوتوشوب أو مثلًا أي حاجة تانية. أنا مثلًا من حوالي شهرين ما كنتش أعرف أي حاجة عن المونتاج، لكن أخويا كان متعلم وعلمني مونتاج. فجأة بعد وقت قصير لقيت نفسي شغال مع يوتيوبر مشهور في لبنان، مش هاقدر أقول اسمه عشان هو ممكن ما يحبش اللي أنا أقول اسمه أو أي حاجة زي كده. وده غير إن المجالات الأونلاين هي اللي هتستمر معاك، لإن حاجة زي صناعة المحتوى كل صناع المحتوى محتاجين حد يمنتج لهم الفيديوهات، فطالما في نت وفي ناس عايزة تصنع محتوى، فأنت دايمًا فرصتك موجودة. فأنت لازم تتعلم مهارة يكون عليها طلب عالي زي المونتاج أو الفوتوشوب مثلًا، وتبتدي تتعلمهم وتشتغل بيهم، لإنهم هيساعدوك جدًا، جدًا، جدًا،
ومجال تطورهم حلو، كل ما تتطور في المجال كل ما الفلوس بتاعتك هتزيد، كل ما مهاراتك بقت أعلى هتلاقي دخلك بقى أعلى، فدي حاجة هتخلّيك إنك تطوّر من نفسك. سابع حاجة وهي إنك تبدأ، ابدأ أي حاجة كنت مأجلها ونفسك إنك تعملها. أنا بالنسبة لي كانت صناعة المحتوى، وكان معطّلني حاجات كتير جدًا، ولغاية ما أصوّر الفيديو ده كنت متردد جدًا إن أنا أصوّره، وكنت حاسس إن في حاجات كتير ناقصة، لكن أهو خلاص أنا قرّبت أخلّص الفيديو، وإن شاء الله مع الوقت هابتدي أطوّر من نفسي أكتر. فأنت شوف إيه الحاجة اللي أنت عايز تبدأ فيها ومعطّل نفسك بوَهْم إن أنت مش كامل أو إن أنت في حاجات كتير ناقصاك ومكسل تبدأ بسببها، لأ ابدأ وخلّي التطوّر ييجي مع الوقت. يعني مثلًا لو أنت نِفْسك تتعلّم مهارة وخايف إنك ما ييجيلكش شغل، لأ ابدأ اتعلّم المهارة الأول وبعد كده شوف خطوة إنك تجيب شغل إزاي. نِفْسك تصنع محتوى لكن مش عارف هتمنتج إزاي، اصنع يا عم المحتوى الأول شوف هتمنتجه بعد كده إزاي. خلّي كل أفكارك اللي جاية في دماغك دي فُكّك منها وابدأ وطوّر الحاجة اللي أنت بتعملها مع الوقت. شوف أنت كنت مأجّل إيه وابتدي فيه من دلوقتي. وتامن حاجة وهي حاجة هتفرق معاك جدًا، إنك تبطّل عادة وِحشة أنت بتعملها، سواء مثلًا السهر أو التدخين أو أي حاجة تانية. إنك تبطّل عادة وِحشة ده بيفرق معاك بشكل كبير جدًا، بيفرق معاك سواء بالثقة بالنفس إنك قادر تتحكم في نفسك وقادر تبطّل حاجة فعلًا كانت بتضرك، وصدّقني أنت مع الوقت هتشوف كمان إيه العادات التانية غير العادة اللي أنت بطّلتها دي، وهتبتدي تصلّح حياتك بشكل كويس جدًا. وبس كده دول كانوا ال8 حاجات اللي أنا حبيت أتكلّم فيهم النهارده، ويا ريت لو أنا قُلت أي حاجة غلط أو أي حاجة مش مفهومة يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات وتقولوا لي، إحنا كلنا بنتعلم من بعض. وبس كده ما تنساش تعمل لايك لو عجبك الفيديو، واشتراك في القناة وتفعل زر الجرس عشان ييجي لك كل الفيديوهات الجديدة، واكتبوا لي رأيكم في الكومنتات. وبس كده، سلام.